هذا الفيديو الناس المقبلين الامتحان الجهوي السنه الثالثه اعدادي مخلوعين، كيقول لك باش غادي نبداو واش بالحفاظه ولا بالمواد العلميه، فوقاش غادي نحفظ. اذا البرنامج كيدير توجد الامتحان الجهوي هو على الشكل التالي، وكاع ما تخافش من الامتحان الجهوي السنه الثالثه اعدادي. اذا اي واحد عنده ماده كيفهمها وماده ما كيفهمهاش، ماده اصلا راه غادي فيها هو فاهم فيها 80%، وماده مازال ما فهم فيها والو. اذا في هذه المده هذه خصك تبدا من دوك المواد اللي راك مازال ما كتفهم فيهم والو، تحفظهم باش توصلهم حتى هما لديك 80% بحال المواد الاخرين. الا كنتي كتفهم الماط والفيزيك وفاهمهم وداكهم مزيان، غادي تخصك غير شي مراجعه، سير المواد ديال الحفاظه الاجتماعيات واللغه العربيه وداك الشيء وحفظهم مزيان باش تولي الاخرين. الا كنتي حافظ الاجتماعيات والماط والفيزيك مازال عندك فيهم مشكل، سير المواد ديال الفيزياء والاجتماعيات راجعهم ووجدهم حتى توصلهم يكونوا تقريبا بحال بحال، وقسم ديك الساعتين النهار لهادي النهار لهادي النهار لهادي حتى تحفظ كامل. وما تقولش راه ما بقاش الوقت راه مازال كاين. الامتحان الجهوي ماشي صعيب، وحتى الا ما جبتيش نقطه مزيانه ماشي هي نهايه العالم، المهم هو انك تنجح. والناس اللي كيقولوا واش غادي نحفظ الصباح ولا غادي نحفظ في الليل، كل واحد وفوقاش انت غادي تشوف راسك، فوقاش كترتاح، فوقاش المعلومات كيدخلوا لك للراس. مثلا انت شي نهار في الليل غتحفظ تشوف راسك واش كتستوعب المعلومات، واش كتحفظ مزيان. الا ما كنتيش كتحفظ مزيان غادي تجرب عاود في الصباح وتحفظ تقرا وتحفظ في الصباح. الا لقيتي راسك كتستوعب في الصباح تبقى تحفظ في الصباح. اذا خصص شي وقيته ضروري للحفاظه، وبعد ما امكن على الهاتف. اذا خليه في هذه الفتره ما بقى والو، خليه نسى هاد الايامات الا الضروره، الا شي تمرين مثلا ديال الماتش، شي حاجه ديال الحفاظه ولا شي حاجه بحال هكا، سير رجع ليه. اما غير تبقى كل خطره على الفيسبوك التيك توك الانستغرام وما الى ذلك، خليه حتى دوز الامتحان الجهوي ورا ديك ساعتين الدوران وارى التليفون. اذا هادو هما النصائح اللي غادي نقول لك اللي تقد تستوعب تبدا بهم هذا البرنامج. وليسونسيال المهم هو انك تبدا، حيت ما حد كطول وكتقول له وقت راه مشى وهذا الشيء صعيب. بدا الامتحان الجهوي السنه الثالثه اعدادي راه ماشي شي حاجه صعيبه. اذا غادي تشوف الا كنتي اصلا جايب في المراقبه المستمره نقطه مزيانه، والامتحان المحلي نقطه مزيانه، اذا غادي تجيب غير تحاول انك تجيب واحد النقطه مزيانه وان شاء الله تنجح. وبالتوفيق للجميع، ودعوا مع راسكم. الا كان مازال ما عرفتيش كيدير تحسب المعدل العام ولا كيفاش شنو خاصني شحال خاصني نجيب في الجوي باش ننجح، خليه لي في التعليق، لان كيصيفطوا لي بزاف الناس في الفيديوهات السابقه. ولكن اللي خلى لي التعليق ديالو في هذا الفيديو وقال لي شحال جبت في المراقبه المستمره وشحال نقد نجيب في المراقبه المستمره الثاني، والامتحان المحلي شحال خاصني نجيب في الجوي، ان شاء الله غادي نجاوبو. وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وتجيبوا نقطه مزيانه وتفرحوا. وليكم الى اللقاء.